السلام عليكم، مرحبا بكم معنا على قناتنا لوجيستيكوس اللي كتهتم بالجديد ديال اللوجيستيك سبلاي تشين والتكنولوجيا. جروب رونو سنة 2025 قام باستعمال AI بشكل قوي في التسيير ديال السبلاي تشين ديالو، وذلك لكمية المعلومات اللي كيقوم بالمعالجة ديالها، بحيث حسب المعلومات اللي نشرها الشركة كيقوموا يوميا بمعالجة أكثر من 100 ألف ريفيرونس دو بيس أو لا أرتيكل، أكثر من 4000 فورنيسور ديريكت، 25 سيت أو لا مصنع موزع على 11 دولة، إنتاج 10000 عربة يعني سيارات وشاحنات، وتوزيع 1200 كاميون و1000 باطو في اتجاهات ديال 140 بلد. هاد الكمية الهائلة ديال المعلومات فكتلقى صعوبة باش أنها تقوم بالمعالجة ديالها. زيادة على هذا التعقيد في المعلومات والحجم ديالهم، كاينين تعقيدات اللي كتواجه القطاع السيارات اللي على رأسهم ليلكتريفيكاسيون يعني السيارات الكهربائية، والقوانين اللي كتكون جديدة في بعض الدول أو البلدان. ثالثا ديكاربوناسيون يعني الإنقاص من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة. هادشي اللي خلى جروب برونو يعتمد على الداتا والاي اي لواحد الدرجة أساسية في الاستراتيجية الصناعية والاقتصادية ديالو. رونو قامت بتطوير عدة أدوات اللي غادي نشوفوهم واحد بواحد. اولا في 2020 كان عندهم اوبتيم 3 دي، الدور ديالو هو اوبتيميزي لو شارجمون دي كاميون دو بيس اونتر فورنيسور اي اوزين، يعني كينقص من داك لو شارجمون، يعني ما يبقاوش عندنا كاميونات كيمشيو ناقصين في الشارجمون ديالهم ما بين لي فورنيسور اللي كيجيب من عندهم السلعه الجروب ديال رونو المصانع ديالها. النتائج ديالو ماكسيميزي لو رومبليساج، ريدوير لو نومبر دو كاميون، دونك نقصنا داك لي كاميون اللي كانوا ما كيمشيوش عامرين بداو كيمشيو عامرين دابا، يعني نقصنا في الكميه ديال داك لي كاميون. ثانيا 2023 اوبتيم روت، الدور ديالو هو كالكولي لي زيتينيرار دو ترونسبور لي بلو افيكاس، اذا كيحسب لك داك لي تراجي اللي لي ديستانس ديالهم مزيانه ولو كو ديالهم كيكون مزيان وحتى لو ديلي. النتائج ديالو هو اوبتيميزي لي تراجي، يعني كنصغروا لي تراجي وكنقصوا لي كو وكنقصوا حتى لو طون. ثالثا 2023 بريديك، الدور ديالو هو استيمي لو كو دو ترونسبور اون طون ريال، والنتائج ديالو هو ايدي على بريز دو ديسيزيون رابيد فاس او زاليا. دونك هذا الدور ديالو هو انه كان كي استيمي لنا، كيعطينا واحد التقريب لداك لو كو اللي غادي يطيح علينا به لو تراجي في الوقت الحقيقي، وكان النتائج ديالو كيعاوننا اننا ناخذ لي ديسيزيون فاش كنكونوا يعني كنقابلوا شي مشكل، يعني شي غوطار او لا ديزانسيدون. رابعا 2024 ميديا سكرينين، الدور ديالو هو اناليزي لاكتواليتي بور ديتيكتي دي ريسك، يعني كيشوف كي اناليزي شنو واقع باش كيديتيكتي لي ريسك، يعني واش كاين شي ريسك مثلا في شي بلاد او لا في شي دوله او لا دي ريسك اللي كيقدروا يكونوا مثلا دي كاتاستروف او لا. النتائج ديالو هو اونتيسيبي لي بيرتورباسيون شي لي فورنيسور، دونك هو كيبحال كيعطيك واحد الاستباقيه بان باش تعرف شنو واقع عند لي فورنيسور. صافي مثلا الا كان شي فورنيسور في شي بلاد وداك البلاد مثلا في فصل الشتاء كيكون عندهم نسبه الامطار طالعه، فهذا كيعطيك بان يعني تقدر اونتيسيبي داك شي فيضان الله يحفظ او لا شي حاجه بحال هكا. خامسا 2024 كان عندهم similar parts recommender، الدور ديالو هو proposer des pièces alternatives pour la lors de la conception de projet. الدور ديالو او النتائج ديالو هو faciliter la documentation et le choix de composants، كيعاونهم انهم يعني فاش كيكون عندهم شي بروجي في لا كونسيبسيون ديالو يلاه كيصاوبوه، كيعاونهم انه يعني يختاروا داك لي كومبوزون ديالهم بسهوله. سادسا 2025 اللي هو شابوت، الدور ديالو هو اسيستي لي زيكيب فيا دي شات بوت انتيغري او زوتيل ديجيتو، يعني هذا كيعاون لي زيكيب، يعني كي اسيستيهم كيعاونهم باش انهم يجاوبوا على تساؤلات ديال لي كليون او لا تساؤلات ديال الناس اللي باغا تشري استفسارات على لي برودوي ديال رونو. النتائج ديالو هو ريبوندر او كيسيون فريكونت، يعني اسئله اللي كتكون ديما كتعاود، و ميم طون ليبيري دو طون او زيكسبير، يعني داك الناس اللي كيكون عندهم دي زيكسبير الخبراء ديالهم ما كيبقاوش يعني كيجاوبوا على الاسئله، وانما الاي اي او لا لي شات بوت هما اللي كيبقاو يجاوبوا على هذوك النوع ديال الاسئله اللي كيتعاودوا. ما بين 2021 و 2024 قدر الاي اي ينقص تقريبا من انبعاث 20,000 طن ديال ثاني اكسيد الكربون.
هنا كتبان القوة ديال الاي اي في الحفاظ على البيئة، وكذلك خلى جروب رونو يربح تقريبا 20 مليون اورو. هادشي اللي خلى رونو دير شراكات مع مؤسسات حكومية وكليات متخصصة باش تزيد من تطوير ديال الاي اي موديل ديالها، وكذلك تقوم بمشاركة التجارب ديالها. جروب رونو كيستعمل الاي اي في 3 ديال المراكز التحكم. الاولاني مركز ديال التركيز على الاستمراريات الاعمال، يعني دراسة الاسواق في المستقبل والعلاقات مع الموردين ديالها. المركز الثاني هو مركز التحكم في البياس او لي كومبوزون اللي كتخدم بهم داخل المصانع ديالها باش تكون دقة كبيرة في التوصيل والجيستيون ديالهم. ثالثا المركز الثالث هو مركز التحكم في المركبات او لي برودوي فيني ديال رونو باش ما يكون حتى شي تاخير في الليفريزون ديالهم. واخيرا رونو ما حبستش غير في الاي اي، ولكن مستقبلا غادي تخدم بالاي اي ايجنت.